السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق عبد الرحمن يشرح درس الرخويات. الرخويات تجويف جسمي حقيقي يقدم عضلية تبعة قناة هضمية بفتحتين فم وشرج. تركيب الجسم: هناك أكثر من 110 ألف نوع تنتمي إلى شعبة الرخويات. يعيش الكثير منها في المياه المالحة وبعضها يعيش في المياه العذبة والبيئة الرطبة، ويتراوح حجم أفرادها بين الحلزون المجهرية إلى الحبار الأملاغ الذي يصل طوله 21 ملي. وبعض أنواع الرخويات بطيئة الحركة ومنها الحلزين، وبعضها الآخر سريع الحركة. ومن أهم خصائص الرخويات أنها حقيقة التجويف الجسمي، مما يسمح بتعقيد الأنسجة والأعضاء متناظرة جانبيا، وجسمها الداخلي طري ولها قدم عضلية والجهاز الهضمي فتحتان. العباءة: العباءة تحيط بأعضاء الداخلية، والعباءة غشاء يفرز كربونات الكالسيوم التي تكون الصدفة عند بعض الرخويات. التغذي والهضم: للعديد من الرخويات فم بداخله طاحنة تشبه اللسان وتضم صفوفا من الأسنان. التنفس: ماذا قرأت؟ وضح لماذا يعد التجويف الجسمي في الرخويات مهما. تنفس: للعديد من الرخويات تراكيب تنفسية تسمى الخياشيم، وهي جزء من العباءة مكون من بروزات خيطية تشبه أهداب السجادة، وتحوي الخياشيم مخزونا وافرا من الدم لنقل الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. الدوران: خلق الله سبحانه وتعالى للرخويات جهاز دوران معقدا يحوي قلبا بحجارات. معظم الرخويات لها جهاز دوران مفتوح حيث يضخ فيه الدم خارج الأوعية إلى الفراغات التي تحيط بأعضاء الجسم. جهاز دوران مغلق لبعض الرخويات منها الحبار والأخطبوط يضخ الدم داخل أوعية دموية لأجزاء الجسم كافة. الإخراج: تتخلص الرخويات من الفضلات بواسطة النفريديا التي تقوم بتقنية الدم وطرح الفضلات عبر تجويف العباءة. تتحرك الرخويات بطرائق مختلفة، ومنها بطنية القدم وذات المصراعين ورأسية القدم. الحركة: تمكن القدم العضلية من دفن نفسه في الرمل الرطب ولها مادة مخاطية. التكاثر: تتكاثر الرخويات جنسيا، ويطلق الذكر الحيوانات المنوية وتطلق الأنثى في الماء في الوقت نفسه، ويحدث الإخصاب خارجيا. أما بعض الرخويات التي تعيش على اليابسة فهي حنثى أي تخصب داخليا. تنوع الرخويات: تتنوع من نوعين: أذن البحر والاسكلوب. 1. تنوع الرخويات اللي هي تعد: 1. بطنية القدم. 2. ذات المصراعين. 3. رأسية القدم. الحماية: على الرغم من عدم وجود صدفة خارجية صلبة لمعظم رأسيات القدم، إلا أن لديها وسائل دفاعية متعددة. فالأخطبوط يضخ الماء من السيفون ليهرب من الخطر، وهو يختبئ في الشقوق أو الكهوف خلال اليوم، أما خلال الليل فيخرج باحثا عن فريسته. التعلم: يعد الأخطبوط من أذكى الحيوانات، فهو قادر على تعلم الأشياء الصعبة كتمييز جسم له شكل ولون وتركيب محدد. أهمية الرخويات لها دورا مهما في السلسلة الغذائية اليابسة وفي البيئة المائية، وبوصفها أكلات أعشاب ومفترسات وحيوانات كانسة وأكلات قوامة أو مرشحات. الربط مع الصحة: تفرز بعض الحلزون المخروطية سما يستعمله الأطباء علاجا لبعض أمراض القلب والخرف والاكتئاب والصرع ومرض باركنسون. ومن مضار الرخويات أنها تنخر الخشب وتتلف السفن وتتلف السفن، إلا أن بعضها الآخر مفيد للإنسان، ومنها المحار الذي يستخرج منه اللؤلؤ الذي يستعمل في الزينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.